في ليل هادئ من صيف عام 1952 تسلل مجموعة ضباط شبان أعلنوا انطلاق ثورة 23 يوليو لإسقاط الملكية. الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر أسقطوا الملك فاروق. الشعب كان يعاني من حكم ملكي واستعمار بريطاني. الثورة جاءت لتعلن ميلاد الجمهورية المصرية. في غضون ساعات جميع الأمور السياسية تغيرت. الملك فاروق غادر البلاد والحلم الجديد بدأ. الأهداف كانت العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني. محمد نجيب أصبح أول رئيس لجمهورية مصر. ثورة 23 يوليو ألهمت الشعوب ضد الاستعمار. أثرت الثورة بشكل كبير على الوطن العربي. هذه اللحظة أصبحت علامة فارقة في تاريخ الأمة. لتنسي متابعة قناتنا طوف وشوف.